سلام متابعينا الكرام، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا فيديو جديد على قناتي. اليوم الفيديو ديال اليوم غادا نحضر معكم اولا غادا نقدم لكم الحوت كفته اللي في الطاجين وجوج حوتات اللي غنديرهم في اللاطه في الفران. صراحه اللي كيجيو غزالين كنتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. هنا كيف ما كتشوفوا معايا الحوت من بعد ما نقيته وغسلته مزيان وحكيته كفته. عندنا هنا المطيشه اللي حكيتها، وعندنا بطاطا وحده درتها دويرات، والمطيشه والفلفله اللي تما قطعتهم طريفات صغار، والقزبر والمعدنوس والملحه والزيت وعصير الحامض والعطريه ديالنا. بالنسبه للعطريه اللي غادا ندير تما، غادا ندير شويه ديال السكينجبير، تحميره، شويه ديال الهريسه، شويه ديال الثومه غبره، الخرقوم، هادو هما المكونات اللي غادا ندير فيها. غادا ناخذ القزبر والمعدنوس كذلك غادا ندير منهم شويه، وغادا نخلطهم مع بعضياتهم. وهنا كيف ما كتشوفوا نفس العطريه درتها في الحوت، ودرت مع شويه زدت على غير الكمون وقزبر حبوب. وهنايا كيف كتشوفوا غادا ندير شويه ديال الربيع، وغادا نخلطهم حتى يتجانسوا ليا مع بعضهم. غادا نزيد شويه ديال خل الحامض، غادا ندير شويه ديال الخل الحامض، وغادا ندير شويه ديال زيت العود المعشب، زيت زيتون معشب اللي بالاعشاب. عاد غادا نخلطهم حتى يتجانسوا ليا مع بعضهم، يعني الحوت يشرب ديك العطريه مزيان، يعني نحاول انني نعجنو مزيان باش يشرب ديك العطريه كامله، ونخليه حتى على جنب، يعني يعني حتى يتجانسوا مع بعضهم وحتى يشرب ديك العطريه مزيان. عاد ديك الساعه غادي نبداو فيه نطيبوا فيه ان شاء الله. هنا من بعد ما خلطت الكفته ديالي مع العطريه، غادا ناخذ طاجين درت فيه المطيشه اللي درت عطرتها. غادا نشد ببطاطا وحده درتها دوائر صغار، غادا نرميها هي الاولى في الطاجين. عاد ديك الساعه غادا ندير عفوا ما غاداش ندير الكفته هي الاولى، غير غلطت. غادا ندير المطيشه حيت نسيت ما درتهاش. غندير المطيشه هي الاولى على دوائر في الطاجين لتحت. عاد ديك الساعه غادا ندير الكفته ديالي. انا ديما كندير فيه المطيشه محكوكه كنديرها لتحت، وكندير فوق منها البطاطا، عاد كندير المطيشه، عاد كندير الحوت هو الفوقاني. غادا ندير كيف ما كتشوفوا بحال هكا، غادا ندير المطيشه ديالي. عاد ديك الساعه غادا نرمى الحوت ديالي، غادا نحاول ندير الحوت هو الفوق. دابا غادا نحاول ندير كويرات ونعمر طاجين ديالي بالحوت كواري بالكفته كامل. وديك الساعه غادا نرجع لكم ان شاء الله. غادا نكمل الطاجين ديالي على هذا الشكل هذا، ونكملوا على حسب الكويرات ديالي كاملين. تنحاول نكورهم كاملين ونديرو في الطاجين، وغادا نسد عليه وغنديرو فوق البوطه حتى يطيب ويشرب ليا مزيان. وغادا نرجع لكم ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادا ندوزو الحوتات، عندي جوج حوتات هنا كبار، غادا هما اللي غنديرهم دابا في اللاطه في الفران. هنايا عندي شويه ديال الربيع، هنايا كيف ما كتشوفوا الملح، البزار، القزبر حبوب، شويه ديال السودانيه، سكينجبير، التحميره والكمون. وهنايا المطيشه نديرها هاد على شكل دوائر، والفلفله على شكل دوائر كيف ما درت قبيله في الطاجين، والمطيشه اللي محكوكه، وخل الحامض
كيف ضروري يعني عفوا كيف كتعرفوا ان الحوت ضروري كيبغي الحامض. هنايا دابا غناخد اللاطه اللي غندير فيها الحوتات ديالي، غندير فيها المطيشه وغادا ندير فيها العطريه ديالي كامله، وزدت شويه ديال الهريسه، درت السودانيه وزدت شويه ديال الهريسه. بالنسبه اللي ما كيبغيش الحار يمكن لكم انكم تستغناو على الهريسه او على السودانيه، حيت السودانيه حتى هي كتكون حاره. انا ما كثرتش منهم بزاف. ودابا غندير شويه ديال القزبر والمعدنوس، كيف ما كتعرفوا معايا الحوت كيبغي ضروري القزبر والمعدنوس. وهنايا غندير خل حامض، وغادا نخلط هاد المكونات، عفوا نزيد معاهم شويه ديال زيت الزيتون المعشب. ودابا غادا نخلط جميع المكونات ديالي حتى يتجانسوا ليا مع بعضهم مزيان، نخلطهم مزيان حتى يتجانسوا. عاد ديك الساعه غادا نعطر الحوتات ديالي الخضره ديالي، يعني هذيك المطيشه والفلفله وداكشي، باش نديرها حتى هي كذلك في الفران. انا كيف كتشوفوا ما درتش يعني اناء اخر اللي غادا نعطر فيه داكشي عاد غادا نرمي. انا درت النيشان في اللاطه. ودابا هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما غسلت الحوتات ديالي مزيان وغسلتهم بالحامض وكل شيء، دابا غادا حاولت اني نشرطهم شويه من تما باش ندخل لهم العطريه من الداخل. وهنايا كيف ما كتشوفوا غادا نحاول انني نعطرهم مزيان، وغادا نخلي هذه على جنب، ونعاود نجيب الحوته الاخرى كذلك حتى هي غادا نعطرها مزيان من الداخل ومن برا، ونحاول ندخل لها العطريه حتى من الوسط من الجناب بحال هكايا، باش يعني باش تجيب بنينه حتى من الداخل. ودابا غادا ناخذ الحوته ديالي الثانيه كذلك حتى هي غنديرها بنفس الطريقه، غادا نديرها نعطرها مزيان، وديك الساعه نرجع لكم ان شاء الله. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما عطرت الحوتات ديالي، غادا ناخذ ديك المطيشه اللي قطعتها على شكل دوائر، غادا حتى هي غادا نحاول نعطرها شويه. وغادا ناخذ الفلفله حتى هي كذلك غادا نعطرها مزيان، نعطر الفلفله والمطيشه، وغادا نرجعهم للتفصيل ديالهم. يعني بما رميت الحوتات ديالي هما التحتانيين، عاد ديك الساعه غادا ندير المطيشه والفلفله في الجوانب ديال الحوتات. يمكن لكم كاين اللي كيبغي يدير فيها حتى بطاطا، يمكن لكم انكم ديروا بطاطا حتى هي ديروها لتحت عاد ديروا فوق منها الحوت. انا كنستغنى عليه غير بهذه الطريقه، كندير فيها غير المطيشه والفلفله يعني كل مره، وكنديروه بطريقه مغايره. حيت انا من بعد حيت انني دايره الطاجين ديال الكفته اللي دايرين فيه شويه ديال البطاطا، رمينا فيه بطاطا ودايرين فيه حتى هو المطيشه والفلفله. داكشي علاش انني حاولت انني ندير في هاد الحوتات هادو درت فيهم غير مطيشه وفلفله. دابا كيف ما كتشوفوا معايا غندير الحوتات ديالي نرميهم في اللاطه، وغادا ناخذ المطيشه وفلفله غادا نديرهم في الجوانب على هذا الشكل هذا، وغادا ندخلهم حتى هما كذلك الفران حتى يتحمروا ليا مزيان ويشربوا ديك يشربوا مزيان ويطيبوا ليا مزيان الحوتات. عاد ديك الساعه غادا نحيدهم من الفران، وغادا نرجع لكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال الحوتات ديالنا اللي درنا في الفران، وكذلك الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا اللي درناه فوق البوطه حتى يطيب، ونرجع لكم ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي.
هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما ساليت الحوته ديالي وقاديتها مزيان، دابا غادا ندير شويه ديال زيت الزيتون المعشب اللي ضروري نرمي شويه ديال الزيت من الفوق، وغادا ندخلهم للفران حتى يطيبوا ونرجع لكم ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الحوت ديالنا اللي في الطاجين، كيجي على هذا الشكل هذا. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا هما الحوتات ديالنا اللي درتهم في اللاطه وطابوا دابا. كنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. صراحه كيجيو لذاذ البنات، واخا انا عندي الكاميرا شويه ناقصه ما تيبانوش مزيان، ولكن صراحه البنات كنتمنى انكم تجربوهم، كيجيو لذاذ. كنتمنى انكم تجربوهم ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الى عجبكم لا فيديو ديالي خليو لي اشتراك والاعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نخليكم نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه.